خواتاتي السلام عليكم. معكم اختكم امينه ومرحبا بكم معايا في قناه شهيوات امينه ام يوسف. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم واحد الشوربه مفيده بزاف وصحيه خصوصا لمرضى السكري، وعن المقادير ديالها وندوزو للتطبيق ان شاء الله. ناخذ الطنجره ديالنا، ها هي، بسم الله على بركه الله. غادي نديرو فيها كاس مع مرش ديال زيت البلديه، بسم الله. بسم الله على بركه الله. عندنا هنا واحد البصله متوسطه مقطعه رقيقه، ممكن تحكوها في الحكاكه ماشي مشكل، انا قطعتها رقيقه. بسم الله على بركه الله. بسم الله. نشحروا البصله ديالنا، ها هي مفيده بزاف وخصوصا مرضى السكري. تنشحروا البصيله ديالنا، ها هي تتشحر في زويته بلديه، تنشحروها. بسم الله. وبعد ما تشحرت لينا البصيله ديالنا، ها هي كنزيدو عليها واحد الزليفه ديال العدس، ها هو منقي ومغسول ومرقد في الماء تقريبا واحد ربع ساعه، وزايده عليه واحد المعلقه ديال الحلبه حتى هي مغسوله وديرها معاه. اللي بغى الحلبه يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش، راه صحيه ومفيده للمريض السكري. بسم الله على بركه الله. ها هي تنشحروها معاها. بسم الله. نزيدو عليها واحد جوج حبات ديال المطيشه محكوكين، ها هما محيده ليهم الزريعه ومحكوكين. بسم الله. هاد الشوربه راه غزاله، خصوصا كيف ما قلت لكم المرضى السكري، راه مفيده ليهم بزاف وصحيه وكلشي ممكن كلشي مزيانه ليه، ولكن خصوصا مرضى السكري راه مفيده ليهم بزاف. عندي هنا واحد جوج معالق ديال القزبر المعدوس مقطعين، تما نزيدوهم. بسم الله. هنا واحد جوج معالق ديال الكرفس مقطع. هذه تنديرها كناكلوها حنا مع السكر وهذا، ولكن وبغيت نتقاسمها معكم، مزيانه صحيه بزاف. ها هي تنشحرها. وغادي نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال المطيشه ديال المصبره، مطيشه الحك. نحركهم حتى تجانس العناصر مع بعضها، عاد نكملوا الوصفه ان شاء الله بحول الله. وبعد ما تشحرت جميع العناصر، ها هي تتشحر، كنزيدوا عليها العطريه، ها هي بسم الله. كنزيدوا عليها الملحه تقريبا واحد معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الملحه. معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الكركم خرقوم بلدي. بسم الله. هاي العناصر كطيب. ملي تشحرات عندنا العناصر
غنزيدو عليها الماء تقريبا واحد لترونس ديال الماء طايب مسبقا، ها هو طايب. طيب نبدل لها الفورنو باش نقربها لكم اكثر. بسم الله. وغنغطيوها نخليوها حتى تغلى ونزيدو نكملو العناصر. هنا خواتاتي راه زدت عليها ملي طابت لاصوص، زدت عليها واحد الزلافه ديال التشيشه متوسطه الحجم منقيه ومغسوله، وخليتها تطيب تقريبا واحد الساعه د المكانه ان شاء الله. وملي طيب نوريكم كيفاش جات. كما كتعرفوا اخواتاتي الفوائد الصحيه الكثيره ديال التشيشه او البلبوله راه مفيده بزاف للصحه وخصنا ديما نتناولوها. وهاد الوصفه ان شاء الله راه تقدروا تناولوها اما في العشيه في العشاء ولا في الصباح في الفطور. كاين اللي كيفطر بالشوربه وراه صحيه بزاف. كما قلت لكم راه خصوصا لمرضى السكري راه مفيده ليهم بزاف بزاف. وهي انا خواتاتي يعني متابعه راني تنحركها ونخليها طيب على خاطرها تقريبا واحد مده ساعه المكانه حتى كطيب مزيان، وراه كتجي لذيذه 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 بزاف وكنتمنىكم تجربوها. ودابا خواتاتي الشوربه ديالنا ها هي طابت، ها هو كيف جات شوربه هائله. وان شاء الله نشوفوا التقديم النهائي ديالها وبصحتكم وبراحتكم الا درتوها. هاي خواتاتي الشوربه ديالنا ها هي كي جات الشكل النهائي ديالها. زينتها بواحد العريش ديال المعدنوس ها هي. وكنصحكم بزاف والله الا كنصحكم جربوها راه هائله وصحيه. فيها اش نقول لك المقادير ديالهم كلها صحيه، فيها البلبوله العدس شويه الحلبه كلشي مزيان فيها. ومولين السكري خصوصا كنصحهم يتناولوها وان شاء الله الا جربوها راه غتعجبهم. وكنتسنى منكم التشجيعات، شجعوني باش نزيد نعطيكم المزيد. ولا عجبتكم هذه الوصفه ديروا جيم وتابوناو وتضغطوا على الجرس ونتمنى لكم الخير وحتى شي وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.